قررت تبقى بني ادم براس كلب وتعدي الطريق مره واحده، بسم الله ما شاء الله، نحب نبلغك ونهنيك ان انت بجد غلبت الخنزير في تفكيره. احنا ما عندناش مشاكل وبنقول لك مبروك عليك تفكيرك ودماغك، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميك ويحرسك. بس احنا عاتبين عليك بس في ان احنا نسرع الخطوه شويه، ومش عشان حاجه والله، بس احنا ممكن نأذي حضرتك بس وانت بتعدي السكه، اخبط فيك مثلا وانا راكب العربيه او راكب الموتوسيكل. فاحنا للاسف بس بنقول لحضرتك تبقى الخطوه سريعه شويه، عشان احنا بس ما نوصلش بس لمرحله ان احنا نأذي بس حضرتك، ولا ان احنا نبوظ عليك يومك الجميل اللذيذ. طبعا احنا مش هنتدخل في تفكيرك، ولا نقدر نعتب عليك، ولا نقدر نفكر حتى انت بتفكر في ايه، ولا نشوف الموضوع انت شايفه من انه وجهة نظر. احنا مش بنتمشى في صالة خالتك بس، بعد اذنك احنا ماشيين في الشارع. فانت قررت انك تقطع الشارع مرة واحدة، تمام، ما عندناش مشاكل، بسم الله ما شاء الله، احنا زي ما قلنا يعني انت تفكيرك عميق. ما تبصليش بقى بطرف عينك وتعمل نفسك مش واخد بالك وانا بديك كلاكس، لان انا مش بديك كلاكس ان انا بحييك في زفه، لا، انا بقول لك بس انجز بس الخطوه شويه، لان احنا ممكن نخبط في بعض حرفيا، ان انا ممكن اخبط فيك وداخل فيك انا حرفيا، انت مش واخد بالك. معلش احنا بنعتذر لك يعني. تالت حاجه برضو كنت حابب اقول لحضرتك عليها، فكره ان انت تتقمص جواك فكره فرقه روح رضا، رضا الفنون الشعبيه، لما حضرتك تبدا بقى تتنطط لي يمين وشمال مش عارف انت عايز تروح فين، لا اثبت واحنا هنعدي كلنا ان شاء الله، وانا هحاول ان انا اتفادى حضرتك، صدقني انا مش حابب ان انا اخبط فيك، لكن انت تقعد تجي لي كده وكده فانت هتقرفنا معاك. فمعلش يا جماعه نلتزم بس بالحاجات البسيطه دي لو مش هيزعلنا، معلش.